لسه الزمالك ما كسبش حاجه. الزمالك لسه ما كسبش ولا بطوله. وانا مش هقول زي ما في بعض الناس يعني من الزملاء الاهلاويه بيقولوا الزمالك لغايه دلوقتي موسم صفري. يعني انا اتمنى انكم تبقوا فاهمين يعني ايه موسم صفري. موسم صفري ده لما اخرج من جميع البطولات بدون ما احقق بطوله. فما ينفعش اقول ان على فكره الزمالك السنه دي ده موسم صفر. مفيش حاجه اسمها موسم صفر. موسم صفر ده لما اخرج. انما انا لسه ما حققتش. انا لسه ما حققتش. انا خرجت من كاس الرابطه وخرجت من كاس مصر. ولكن انا بنافس في بطولتين فما اسميش موسم صفر. موسم صفر دي تقولها لما اخسر، لما تنعدم فرصتي في الفوز بالدوري، ولما اخرج من الكونفدراليه. في الوقت ده تقول عليا موسم صفري. فلما نقول لفظ يا ريت نبقى فاهمينه اصلا، ما نبقاش بنردده باشكال بس اللي هي ايه عشان تبقى يعني كلام حراق، كلام ترند، عشان ابقى بخبط وانا كده جامد. لا خالص على فكره. هو مبدئيا هو الطبيعي ان اي فريق طول ما هو بينافس هو لسه ما كسبش اي حاجه. واحتفال جماهير الزمالك بالفوز من المباريات احنا حرين فيه، بنحب نحتفل احنا لما بنكسب ماتش بنحتفل بيه كانه اخدنا بطوله. الباشن بتاعنا احنا كجماهير هو عامل كده. اللي مش عاجبه ده ما يعملوش، عادي. احنا محدش بيحجر على حد يفرح ازاي ويحتفل ازاي ويزعل ازاي حتى. ده مش شغلنا احنا خالص على فكره. فزي ما انا بفرح لنفسي، مالكش دعوه بيا. اما ابقى فرحان يا سيدي ما تبقاش تشوفني وانا فرحان. فانت انا مش بطالبك ان انت تفرح معايا لان اكيد ما حدش هيفرح للمنافس بتاعه. وبرضو للاسف اللي بشوفه ان في بعض الناس بتقعد تقول احنا مش هنتكلم عن الزمالك، احنا مش شغلنا هنتكلم عن الزمالك. انا ما قارنش نفسي بالزمالك، ولكن هي المحتوى بتاعهم كله انهم بيتكلموا على الزمالك. بصوا الزمالك بيعملوا ايه مش عارف ايه، بس احنا ما نتكلمش على الزمالك احنا احسن. يا سيدي ما حدش طلب منك ان انت تتكلم عن حد. فسيبونا احنا في فرحتنا. احنا ناس فرحانه دلوقتي كسبنا الفيرست ليج بس ماتش الذهاب في قبل النهائي وفرحانين جدا بيه وهنفضل فرحانين بيه لغايه لما ان شاء الله ربنا يكرمنا ونفرح تاني في ماتش العوده. واحنا كده بنحب نفرح كل ماتش. وباذن الله باذن الله هنفرح في اخر السنه بالبطولتين. او حتى او حتى اذا لم نوفق في بطوله من البطولتين برضه هنفرح بالبطوله اللي احنا هناخدها. لان هو احنا بالنسبه لنا الزمالك بنشجعه ايا كان ايه الظروف بتاعته وايا كانت الحاجه اللي بتحصل. فرحتنا مبالغ فيها السنه دي لان احنا ما كناش متوقعين اي حاجه. محدش زملكاوي عاقل كان متوقع ان الزمالك ممكن يعمل اي حاجه السنه دي. فعادي ان انا افرح يعني ما معلش يعني. فكل واحد يخليه في الحته بتاعته من غير ما يحجر على حد. زي ما انا ما اقدرش احجر على اي شخص بيشجع اي فريق تاني ان هو يفرح او يزعل او ينفعل او يحس بالظلم، لان هي الكوره كده.